السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة عملنا احلى صينية مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة وكمان جوسي خالص، وعملناها في البايركس وما لزقتش نهائي من تحت. هوريكم ازاي الطريقة اللي تخليكم تعملوها في البايركس وكمان المكرونة ما تلزقش منك من تحت. بصوا شكلها كانت تحفة وطعمها كان رائع، وهقولك كمان ازاي تعملي اللحمة المعصجة بالطريقة ديت وتكفي اكبر كمية مكرونة ممكن تعمليها. بصوا كان شكلها تحفة وطعمها كان رائع، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ بسم الله. احنا دلوقتي هنعصج اللحمة عادي خالص. انا هنا معايا نص كيلو لحمة، بس النص كيلو دون انا هعمل بيه تقريبا صينيتين مكرونة. خلاص، هجيب بقى البصل كده، معايا بصل ولحمة مفرومة وملح وفلفل وورق لورا. هقطع بقى البصل ناعم كده وبشوية زيت صغيرين، وهرفعه على النار ومش هخليه ان هو يتحمر قوي. انا عايزة التحمير بتاعه يبقى خفيف، يبقى لونه فاتح. هنقطعه بقى مع بعض بالطريقة ديت ونحطه على النار اهو. بصوا بقى هحط شوية زيت صغيرين قوي عشان انا عندي اللحمة اكيد فيها نسبة دهن. خلاص، هنرفع بقى البصلة على النار ونقلبها كده، وكمان اكون حاطة حلة كبيرة كده على النار، حاطة فيها مية بكمية كافية. يعني لو هتعملي كيلو مكرونة هتحطي 4 لتر مية علشان المكرونة ما تلزقش في الحلة. لو هتعملي مثلا كيلو الا ربع، وانا عملت كيلو الا ربع او تقريبا 800 جرام مكرونة. المهم ان انت تحطي كمية كافية من المية علشان المكرونة ما تلزقش. انا هنا عندي اول طبعا ما تغلي المية هحط المكرونة عشان تسلق. خلاص، انا كده وصلت للبصلة لونها، يعني ان هي ما تكونش متحمرة قوي، واروح حط عليها اللحمة واسيبها بقى عشان جايبة اللحمة من الفريزر، هسيبها تفك كده شوية. ومعايا كوباية الا ربع سمن، عليهم ربع كوباية زيت، ومعايا كوباية دقيق. ولازم يبقى في البشاميل الدقيق قد السمن والزيت. وبحط الزيت دوت علشان البشاميل يطلع مني كده مش مكلكع. ودي التكة اللي انا بعملها في البشاميل عشان البشاميل بتاعي ما يكلكعش مني. ودي تركة كده مهمة جدا. بصوا بقى شكله ما يبقاش، لازم يبقى الدقيق سايح كده في السمن والزيت. خلاص، انا هنا عندي المكرونة يعني قربت على السوا، وبحمر الدقيق في السمن والزيت لغاية اما ياخد لون اصفر كده، وهبتدي احط عليه لتر لبن. هو لسه ما اتحمرش. خلاص، انا هنا عندي اللحمة فكت اهي، بقلبها كده هو لغاية اما تشرب كمان كل السوائل اللي فيها، وتبتدي كده تشكشك كده واسمع صوت الشكشكة دي، اعرفي ان اللحمة شربت كل السوائل. وطبعا البوتاجاز كله بيبقى شغال الكام عين دول، ال3 عيون، علشان تخلصي بسرعة في دقايق معدودة بتعملي كل حاجة مع بعض. اول بقى ما هيوصل الدقيق للون الاصفر الفاتح، هبتدي احط عليه اللبن بالطريقة دي، ايد بتقلب بسرعة. وطبعا السلكة دي اللي انا بقلب بيها دي بتبقى مهمة قوي علشان الدقيق ما يكلكعش منك. وبننزل كده اللبن بنزله بايد
وبقلب بالايد التانية بالمضرب، يعني مضرب السلك. خلاص. وطبعا هجيب كده معلقة برضو واخد اللي في الجناب ومن تحت علشان ما بقاش سايبة حاجة مكلكعة من تحت. وهحط بقى على اللحمة كوباية مية عليها وملح وفلفل وورق لورا، عشان انا بحب اللحمة تستوي واتأكد انها استوت. خلاص. واغطي كده عليها 10 دقايق وهتكون شربت المية اللي فيها واستوت وبقت كويسة جدا. هحط بقى على البشاميل ايه، ملح وفلفل بس، مش هحط حاجة تانية. وهزود بقى البشاميل دوت بمية المكرونة. مية المكرونة يا جماعة بتبقى نازلة فيها كل فوائد المكرونة وكل الفيتامينات، وكمان بتدي البشاميل كده قوام حلو جدا. وبدل ما ترمي مية المكرونة، لا زودي بيها البشاميل. خلاص. هزود البشاميل قد ايه، لتر كمان من مية المكرونة. انا عايزة البشاميل يبقى معايا خفيف ما يبقاش تقيل. وهحط بقى على اللحمة شوية صلصة انا كنت مجمداهم في الفريزر، وهزودهم كده هو ملح وفلفل خفيف. ودي اللي بتخلي البشاميل اللي بتخلي عندك اللحمة المفرومة بتكتر كده هو، وممكن تعملي بيها اي كمية مكرونة عندك. خلاص. البشاميل كده خلص وابتدى يبقبق كده، هشيله من على النار. خلاص. وابتدي كده ازوده حبايتين بيض بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بنزل بالبيضة وبسرعة بقلب بمضرب السلك بسرعة، علشان انا عايزة البيض يختفي في قلب البشاميل، وكمان ما يعمليش حتت كده هو بيضة يستوي، يعني لا انا مش عايزاه يستوي. عشان كده بضرب بسرعة 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 بمضرب البيض علشان يختفي بسرعة في قلب المكرونة، انا مش عايزاه يستوي. خلاص. بدهن بقى الصينية بتاعتي كده بالسمن، وبكون حاطة البايركس على اي حاجة خشب، لان البايركس انتوا عارفين حساس. وبنزل كده بقى بالبشاميل. بصوا البشاميل ده علشان خفيف مش هيخلي المكرونة تلزق ابدا 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 في البايركس من تحت. وده حاجة مهمة جدا، لانها لما بتلزق من تحت تقريبا نص المكرونة بيطلع ناشف ومش حلو. بصوا بقى اللحمة لما استوت مع الصلصة، انا بشيل كده ورق اللورة من قلب اللحمة وانا برص. هنبتدي بقى ايه، نوزع كده اللحمة في كل الصينية من تحت في النص يعني. وهيتفضل طبعا لحمة تانية هعمل بيها صينية تانية بس اصغر من دي شوية. وده اللي بيخلي اللحمة بتبقى بتكتر من الصلصة. وكمان الصلصة دي بتدي اللحمة مع المكرونة بتديها طعم حلو قوي. ممكن كمان تزوديها شوية زعتر. الزعتر بيديها طعم حلو قوي. وهرص بقى المكرونة على الوش، وهحط عليها البشاميل بالطريقة ديت. وكمان عندي الفرن هيبقى سخن، وهدخل الصينية الفرن وهوريكم شكلها بعد ما تطلع. انا طبعا بحط لها كمية كبيرة وكافية من البشاميل، انا عايزة اغطي الوش كله. ودي شكلها بعد ما طلعت. برضو بعد ما بتطلع الصينية لازم اخرجها على حاجة خشب، علشان لو خرجت الصينية على الرخام على طول، الله اكبر، البايركس دون بيفرقع كله. ودي كده نصايح كده بسيطة بقولها لك عن تجربة، عشان تبقى مخلية بالك قوي 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 لما تيجي تعملي المكرونة في البايركس. بصوا بقى، بصوا انا بقى بطلع الخلطة بقى ازاي. انا سبتها بس تهدى شوية، لكن انتوا هتشوفوها مدخنة لان هي لسه سخنة. هي هديت شوية بس لسه سخنة.
اهو بصوا بقى قطعة المكرونة خارجة من الصينية، بصوا جوسي خالص اهيت. طبعا انت لو حابة تحطي من فوق الوش موتزاريلا، عايزة جبنة رومي، مش عايزة خالص، انا ما حطيتلاش حاجة خالص وكانت تحفة. في ناس كمان بيحطوا في البشاميل، بيحطوا لها جبنة نستو وموتزاريلا برضو في البشاميل، لكن انا ما حطيتش حاجة خالص، زي ما عملتها كده قدامكم بالظبط. بصوا شكلها كان تحفة وطعمها كان رائع. انت بس اظبطي الملح بتاعك في كل حاجة بتعمليها، في اللحمة وفي البشاميل، اظبطي الملح بتاعك وهتطلع تحفة. بصوا بقى، بصوا من تحت هي مش لازقة خالص، وده المهم عندي. اهو بصوا، انا بقرب لكم الكاميرا كده اهو على الصينية من تحت، بصوا مش لازقة خالص. ودي حاجة مهمة قوي زي ما قلت لكم، عشان لو لزقت من تحت هتاخد نص الصينية من تحت هيترمي. عشان كده انا بخلي البشاميل خفيف وبسقي كويس قوي 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 المكرونة من تحت بشاميل. ودي شكلها بعد ما طلعت كانت تحفة وطعمها كان رائع، وبألف هنا وشفا مقدما. يا رب اكون افدتكم، وبتمنى ان انتوا تعلقولي وتسألوا كل الاسئلة اللي هتسألوها هجاوبكم عليها، وبتمنى منكم ان انتوا تشاركوا الفيديو لأكبر قدر ممكن عشان الفايدة تعم. وبألف هنا وشفا مقدما، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة حلوة وتعليق يسعدني. وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.